محتاره مش عارفه اعمل ايه، وتقليع الزريعه ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس واحلى جمهور في الدنيا بحالها، جمهور محمد سلوى. طبعا يا جماعه انا جايه النهارده باذن الله عشان اوريكم الزريعه اللي انا كنت بدراها معاكم على الشرائي. طبعا دي مطلوعها قدامكم اهو، اللهم صل على النبي اهو. شايفين هنا؟ اللهم صل على النبي. شايفين الزراعه عامله ازاي؟ عشان طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا لما جيت اغسل على الزراعه ديت يا جماعه، قبل ما اغسل عليها انا رشيتها دواء عفش عشان خاطر ما يبقاش فيها عفش. ويا ترى بقى انا عايز اعرف منكم دي مطلوعها، هل مطلوعها ده كويس ولا مش كويس؟ يعني انا انفع ان انا ابدر الزريعه ولا ما ينفعش؟ عشان في ناس كتبت لي ياما في التعليقات وانا ببدر الزريعه انك انت ما بتعرفيش تبدري الزريعه. طب ازاي انا ما بعرفش ابدر الزريعه؟ امال لما انا ما اعرفش ابدر الزريعه امال دي يبقى ايه؟ شايفين؟ اللهم صل على النبي اهي، لا تقيله ولا خفيفه، لان طبعا الزريعه التقيله طبعا ما بتبقاش حلوه وتبقى العود بتاعها رفيع ومسروت كده. اما الزريعه اللي هي تقيل اللي هي خفيفه قوي زياده عن اللزوم ما بتجيبش مع انتاج. اما بتيجي تقلع الزريعه وتربط عشان تزرع ما بتجيبش انتاج. فانا طبعا عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم، عشان في كمان حاجه انا عايزه اقول لكم عليها وعايزه رايكم يهمني جامد 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 جامد. طبعا شايفين العود السعد؟ لو انتوا عارفينه ادي عود السعد اهو، عشان انا طبعا رشه دواء العفش فهو العود السعد، لان العفش ما بيعملش حاجه في السعد انما هو مشعوط بس العود، وبعد كده هيجدد تاني ويكبر. بس على ما يجدد ويكبر ان شاء الله باذن الله مش هنخليه في الارض. احنا جايين بننقي عفش في الزريعه زي ما انتوا شايفين كده، وبننقي واحنا قاعدين، يعني احنا بنبقى قاعدين كده وننقي وناخدها واحده واحده. والحمد لله ان كل نقاوه العفش، ان كل العفش اللي طالع اكتره في الحتت الخاليه اللي هي قلب الخط اللي انتوا شايفينها دي. شايفين قلب الخط؟ هو دي اللي طالع في العفش. اما المصطبه ظهر المصطبه خفيف خالص، اما تلاقي عود عفش ولا عود سعد فهو خفيف خالص. صلى على رسول الله وقول عليه الصلاه والسلام. ويا رب اللي كان بيقول لي انك انت ما بتعرفش تدور الزريعه يكون من كاد ومن غاز، ويعرف ان ام محمد بتعرف تدور الزريعه وبتعرف تعمل كل حاجه. شايفين؟ اللهم صل على النبي. انا لازم امد ايدي كده في بين العود وبعضه عشان برضك ما تتكش على الزريعه، لان عود الزريعه لسه اخضر زي ما انتم شايفين كده. احمد انا هنا اهو من فوق كده وقرب، لان عود الزريعه لسه اخضر زي ما انتم شايفين كده، ما يستحملش اي ركن عليه. لو انا ركنت عليه كده ما بيستحملش، لازم انا اخف ايديا خالص واوطي واجيب صوابعي كده اهو، انقي العود بس الايه، انقي العود بس العفش اهو، اوطي صبعي وقاصد على عود العفش واجيبه اهو. شايفين؟ اهو اهو. يا رب يا رب بتمنى منكم تكون الزراعه بتاعتي عجبتكم، ويكون زرعت وبضيري في الزريعه عجبكم. سامحوني انا ماشيه حافيه عشان طبعا انا الشبشب بتاعي لا مؤاخذه، يعني الشبشب بتاعي كعبه عالي، لو انا مشيت بيه فهو هيغرس في قلب الارض. في حاجه بقى تانية يا جماعه انا عايزه اقول لكم عليها، نصيحه منكم ليا. ايه هي بقى النصيحه ديت؟ انا عايزه اعرف الارض او الزريعه ديت يا جماعه يا ترى تشرب تاني ولا ما تشربش. شايفين الزريعه قدامكم اهي، والارض هوريها لكم برضه عشان تعرفوا الارض احنا هنا ولا لا. تعالى هنا كده يا احمد اهي الارض اهي، هوريكم الارض عشان تعرفوا الارض احنا هنا ولا لا. ادي الارض قدامكم اهي، تربه الارض اهي، شايفين؟ ادي التربه بتاع الارض. عايزه اعرف منكم هل الزريعه دي تشرب تاني؟ انا عن نفسي بفكر ان انا اسقيها تاني عشان عودها يشد شويه ويكبر، بس في حاجه خايفه منها، الشتاء. خايفه لو انا سقيت الشتاء يجي عليها يبوظ، وهل وفعلا ان الشتاء لو جه عليها فعلا هيبوظها ولا مش هيبوظها؟ انا عايزه منكم نصيحه وعايزه منكم معلومات على ان انا اسقي الزريعه ولا ما اسقيهاش. هي كده على التغسيله، شايفين قدامكم اهي كده على التغسيله زي ما انتم شايفينها كده، هي على التغسيله اهي على التغسيله. انا خايفه اسقي الجو يشتي، خايفه ان انا اسيبها اكون انا كده ايه العود بتاعها يقف زي ما هو كده ما يكبرش. فانا عايزه منكم النصيحه يا جماعه بره الفيديو خالص او خارج الفيديو خالص اللي انا بعمله ده، وجايه اوريكم الزريعه. عايزه منكم النصيحه، هل
اسقي ولا ما اسقيش؟ ازرع. ولو ان انا سقيت ممكن الشتاء يجي عليها بعد ما اسقي يبوظها، ولا عادي الشتاء مش هيعمل حاجه فيها؟ ان شاء الله باذن الله انا هعرفكم برضك على الميعاد اللي انا هقلح فيه او المفروض الزراعه تتقلح فيه. طبعا الميعاد اللي انا هقلح فيه او الزراعه تتقلح فيه يوم 5/12. 5/12 الزراعه ديت هتكون متقلعه ان شاء الله باذن الله، وهكون معاكم طبعا باذن الله. انا هكون معاكم وانا بقلع الزراعه دي ان شاء الله باذن الله. انا هكون معاكم في تقليعها وتربيطها وتفريطها ان شاء الله. هنفرد مع بعض ونقلع مع بعض ومش هنسيب بعض خالص. ويا رب العزيل اللي يخش بينا يطلع ويغور في نصيبه، وان شاء الله باذن الله. دمتم ليا وانا دمت لكم، وخلونا مع بعض وما تسيبونيش. عندنا شتلة خاص وفي حاجه كمان انا عامله لكم شتلة خاص، اللي يعوز يقول لي وانا اجيبها له لحد عنده. طبعا يا جماعه عايزه منكم التشجيع وعايزه منكم النصيحه قبل كل شيء، وقبل التشجيع وقبل اللايكات. انا باخد برايكم، واي حد بيقول لي على رايه انا باخد بيه طبعا. انا ما بقصرش مع اي حد، وكل رايكم على دماغي من فوق. باخد رايكم في الزريعه اللي انتوا شايفينها ديت اللي انا وريتها لكم. هل ان انا اسقي ولا ما اسقيش؟ وهل لو سقيت والجو شتاء عليها ممكن الشتاء يضرها مع السقيه؟ محتاره مش عارفه اعمل ايه. وتقليع الزريعه ان شاء الله باذن الله يوم 5/12 ان شاء الله باذن الله. هقلع يوم 5/12. يوم 5/12 ده يا جماعه هيبقى لها بالظبط 60 يوم. يعني يوم 5/12 ده ان شاء الله باذن الله هيبقى لها 60 يوم، لان هي المفروض ما تتعداش عن 60 يوم في الارض بتاعتها او بعد بذرها، عشان خاطر لو هي اتعدت هتقنر. يعني هتقنر دي يعني ايه؟ يعني هتطلع النار، العود هيكبر خالص ويطلع ايه؟ ويطلع عود النار كده، ويبقى كانه ايه؟ كانها شتله عجوزه. فان شاء الله باذن الله عايزه منكم الرد عليا في التعليقات، عايزه منكم تنصحوني ان شاء الله باذن الله، وانا مستنيه منكم النصايح في السقيه والتعليقات ان شاء الله كلها انا هقراها عشان محتاجه منكم النصيحه. الف سلامه يا اجدع ناس في الدنيا بحالها.